اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. قصة الحلواني اللي بنى مصر القائد جوهر الصقلي تتردد في مجتمعاتنا أقوال كتير من غير ما نعرف مدى صحتها، ولكن بنستخدمها كتير في كلامنا. من ضمن العبارات دي جملة اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. إيه هي القصة؟ يقال إن جوهر الصقلي اللي بنى القاهرة الفاطمية واللي مر على بنائها أكثر من 1040 سنة ترجع أصوله إلى الأرمن في كرواتيا. اتولد وعاش فيها قبل ما ينتقل إلى صقلية اللي زاعت شهرته فيها. كان جوهر الصقلي بارع في صناعة الكنافة والحلوى قبل ما يتباع كمملوك للخليفة المنصور بالله اللي ألحقه بالجيش وترقى فيه لغاية ما بقى أشهر رجال. واتبنت القاهرة والجامع الأزهر على يد القائد العسكري الحلواني، وجه قائدا لجيش الفاطميين وقام ببناء القاهرة قبل مجيء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وقد قام بتسميتها بالقاهرة لأنها بتقهر أعدائها زي ما كانوا بيقولوا لنا بالظبط، ولكن لأن النجم القاهر ظهر في سمائها وقت وضع حجر الأساس ليها، وعلشان كده اختار جوهر الصقلي اسم القاهرة للمدينة الوليدة تيمنا بهذا النجم. قد بدأ البناء بالسور والبوابات، وكان يقع في مركزها القصرين بتوع الخليفة واللي بينهم وهو حي بين القصرين. بعدها بدأ البناء بالداخل وبناء الجامع الأزهر لتصبح القاهرة عاصمة الفاطميين. ويقال إن المؤرخين يعتقدون أن القاهرة الفاطمية تعتبر نموذجا رائعا بهيا متكاملا، أحسن جوهر الصقلي في تصميمها وأبدع في بنائها. قد منع السكان من دخولها طول فترة البناء اللي امتدت حوالي 4 سنين كاملة. ولما جه الخليفة المعز انبهر بجمال القاهرة وجعلها عاصمة، وأحضر رفاق جدوده ليستقروا معاه فيها. فبالتالي باني مصر الحلواني لم يكن مجرد حلواني فحسب، بل كان قائدا عسكريا عبقريا ورجل شديد الذكاء. ومن الواضح انه كان على مستوى عالي من العلم والمعرفة، فكان بيفهم في الفلك وفي العمارة وفي صنع الحلوى بالطبع. كان يقدر العلم فبنى جامعة عظيمة لا تزال من معالم مصر حتى الآن، وهي الجامع الأزهر.